الشريف. ما في زول بيقوم بيعارض البرهان ويقول أنا لازم أقدم دعم لأخواني في دارفور. يا أخي أحمد كسلة ده قاعد يشهدكم شهدة، أدونا طائرة، أدونا ذخيرة. يا أخي ما في زول قادر يقوم ويستجيب. لمتين يا جيش السوداني. يا أخي فعلت ما فعلت في الشعب الدارفوري. لجأتوهم، لجوا أكثر من 6 أو 7 مليون لاجئ في دولة تشاد، والنازحين دخل لي كميات كبيرة جدا جدا. فهسي رسالة للجيش، نحط عليكم طاخ يا جيش السوداني. ما بيحصل في دارفور الآن حاليا ما بس جنينة، شو أبدأ من الأبيض والتماشي الفاشا نيالا زالينجة، كل يوم ناس بموتوا فيها كل يوم. وكما تعلمون المناطق دي كلها محاصرة، زالينجة محاصرة كويس، فاشر محاصرة، نيالا محاصرة، الجنينة محاصرة. وين انتوا في موقفكم شنو كجيش سوداني؟ موقفكم شنو يعني؟ ايه دارين نعرف. ما نحن برضو سودانيين، ما دمنا برضو غالي يا جماعة، زي ما غالي لكم انتوا في الخرطوم. الدم الدارفوري ايضا غالي. الشاب في دارفوري، الشاب في دارفور يعني في ناس مويه شراب ما قادرين يلقوا، وبالذات في الجنينه. يعني انت الليل لما دار تنزل تشيل لك مويه ساي كويس، وهي يعني اهم وسائل الحياه الماء. لولا الماء ما في حياه. المويه ما قادر يلقى شيء، وانت ساكت في سكوت تام. الكلام ده نفسره كيف يعني يا جيش السوداني؟ نفسرها كيف الكلام ده؟ فأنا كلامي ده للشرفاء القادات، لأنه يعني الكل يعلم بأن المؤسسة دي فاشلة، مؤسسة دموية كويس، شردت وقتلت ولجوا ملايين من الدارفوريين في ظل وجود هذه المؤسسة. شوف المؤسسة العسكرية دي، يعني المؤسسة دي مؤسسة خضرة جدا جدا. وهنا في قادات في المؤسسة العسكرية دي أقسم بالله ما بيستاهلوا أن يكونوا سودانيين. أخذت عليكم طاقة، والله ما بيستاهلوا، لأنه ما عندكم النخوة السودانية. الشعب السوداني بطبعه وطني، الشعب السوداني كويس، ودائما عنده حب الوطن وتقديم الوطن على كل شيء. انتوا يتعلموا، اقسم بالله المفروض الجيش ده يتعلم من الشعب السوداني ده، يتعلم الوطنية. لانه شوف الشعب السوداني ده شدة ما هو قوي. يعني قبل 3 سنة الشعب السوداني كله كان ضد الجيش، طلعوا مليونيات بيطالبوا بشنو؟ بحكم مدني، وما دارين جيش في الحكم. كلهم ضد الجيش، مدنية ما دارين أي عسكري. بوب الحرب ولات كلهم رجعوا بقوا مع شنو؟ مع الشعب، مع الجيش. لأنه شنو؟ لأنه وطنيين. واليوم ما بيحصل في دارفور ده، شوف يا جيش، الشعب الدارفوري كله واقف معكم، كله واقف مع الجيش، كلنا واقفين معكم. لكن ايه اللي بيتعاملوا فيه ده؟ يا اخي المواطن ما قادر يلقى مويه، لا اكل، لا شراب، لا بيئه صحيه. طيب الاف الاطنان اللي قاعد تجي اخاصات من خطر، وين الاخاصات دي؟ يعني جيش لو ما جيش فولش وسلفش، ما تقدر تقول اشيل لي طياره واحده انزلها في نيالا ولا في جنينه بتاعت اخاخر تبيها ساي، ان شاء الله حبوب ساي. يا اخي ناهيك من تشيل حبوب ولا اي حاجه، مالك ما بتدين وتستنكر الحاجه الموجود دي. قال لي لا، يعني قبل اليوم برهان طلع كويس، وطلع ويزول القوة المميتة، ما قوة المميتة، وحتى الآن لم نرى قوة المميتة. وين قوة المميتة دي؟ ليش ما هزت العالم؟ كويس.